اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ تنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. الفيديو اليوم غادي نشارك معكم ان شاء الله تحضيراتي الى العزيمه اللي درت تقريبا راه شي اسبوع هادي. المهم عاد كتب نشاركها معكم لان ما كنتش مساليه باش ندير المونتاج للفيديو. واخا وقعوا بزاف د الحوايج في هذا النهار عجيبه غريبه، ولكن مع ذلك قلت بلاتي خليني نحط بعدا هذا الفيديو. ومهما كان المهم احبابي غادي يقبلوا عليا، انا كيتفرجوا فيا غير حبابي وعائلتي وداك الشيء، قلت ماشي مشكل غيقبلوا باللي كان. المهم النهايه ديال العشاء وداك الشيء ما تصورش، ما الطبله يعني النهائيه ما تصورتش. غادي نعاود لكم التفاصيل علاش. راه وجدت حتى البلاطو ديال القهوه العربيه والشاي ما صورتوش. المهم هذاك الشيء كله اللي كيكون قبل العشاء وجدته وحطيته وغلفته. هنا راهي صورته، اما من بعد راني غطيت كلشي وغلفته ودزت للسفره ديال العشاء. فاش كتكونوا موجدين كلشي، الطباصه المعالق يكونوا مسوحين، الكيسان يكونوا ملمعين، الاشياء كامله اللي غتحتاجوا، القراعي ديال الماء يعني الماء العصير، الخبز فاش غادي تحطوه، مثلا الطباس الكبار واش غديروا اللحم والدجاج او لا. المهم اي اكله يعني اي طبق رئيسي كتكون موجودين ليه الطباصل ديالو، كيكون افضل. هذه الطريقه هذه كتريح ملي كتكوني تقدمي العشاء ديالك او الغدا ديالك، ما كتوحليش في الماعن، لان بعض المرات كتكوني مطيبه وموجده كلشي ولكن تبقاي تقلبي فين هذه. فهاد الطريقه انا فاش كنحط كلشي وكنرتبو كيجيني اسهل، ماشي حتى تيكونوا جالسين الناس عاد نوضوا جيبوا المعالق جيبوا الطباصل جيبوا هذه. فانا بالنسبه لي هذه الطريقه هذه كتجيني زوينه بزاف. المهم صافي بخرت كل شويه كنبخر، واخا عندي الكوزينه عندها الباب ديالها منفصل وتيخرج لبرا الهواء، ولكن الا الريحه ديال الاكل كتدخل يعني. المهم هنايا انا بخرت حطيت البخور في الصاله. عرفتوا هنا راه حتى الدله ديال الشاي والقهوه كيبخروها قبل ما يكبوا فيها الشاي والقهوه. المهم انا كل شويه كنبخر تنشعل المكيف باش كيشفط داك الريحه ديال البخور، وملي كنعاود نخدمو تيعاود يطلق الريحه. المهم البنات راه ما تصورت معكم والو، خرجت للجمعيه بالخف، مشيت تقديت داكشي اللي غادي ندير للعشاء. المهم هنايا جبت اللحم فريش غادي نشرملو. انا هنا كنوجد الشرموله، غادي ندير فيها غير الزبده بحال هكا. هاد الزبده هذه كتجي زوينه، كتجي لذيذه في الماكله. مثلا شفتوا كتجي زوينه هاد اللورباك فلاك اولا المهم اي زبده طبيعيه وصافي كتجي بنينه. والموطارد، وغادي ندير شويه ديال القزبور يابس، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الفلفل الاسود، البزار، شويه ديال الكركم والثومه. المهم هادشي اللي غادي ندير، وغادي ندهنها مزيان، شويه الملح من طبيعه الحال غادي ندهنها مزيان وغنحطها حتى العشيه. هنا انا جالسه كنوجد في الخضره تنسلق فيها اللي غادي ندير كسلطه. وهنايا كنقطع راه 100 حاجه المهم هنا كنقطع المعدنوس والثومه. غادي نشوي هاد جوج دنجات غندير بهم زعلوك وهاد الفلفله. وهنايا غادي ندير شويه ديال السمن الحار، اي شويه صافي، وغادي ندير مليحه، وغادي نزيد عليه شويه ديال الماء نخلطو مزيان، وغادي ندهن هاد الكتوفه هادو غادي نتكهم بحال هكا، ندهنهم مزيان وغادي نغطيهم ونخليهم. المهم هنا شربلتها. المهم البنات دهنت هذاك اللحم مزيان وتكيته بالموس بحال هكا، ودخلت فيه الثومه وهذيك العطريه باش فاش يطيب يجي من الداخل بنين، ملي نكونوا نقطعو يجي بنين.
المهم صافي غطيته بهداك الورق ديال الزبده هو الاول، عاد درت الالومنيوم من الفوق ودخلته للفران. غير شفتو طاب شويه وليت عريته وخليته تتحمر وزوقته زينته بالخضره اللي سلقت بالثومه وبالربيع وداك الشيء. راه ما صورت حتى شي حاجه باقي لاني ترونت واحد الروينه ما نقولش لكم، ولكن الحمد لله كلشي داز بخير. ما طلعت صورت حتى شي حاجه. واش غنقول لكم، التليفون طفى من الشاحن، الماكينه جيت نرتب فيها الماعن لقيتها خاسره ما بغاتش تخدم ليا، جريتها من ورا هذا البلاصه فين كاينه وخويتها ما خليت. المهم بقيت ضربت معاها حتى بحرة ما خدمت. الحمد لله وليت درت فيها الماعن وتغسلوا. هانتوما شوفوا كي كدير، شو كتدير ليا بحال هكا. ان شاء الله من بعد نوريكم كيفاش عالجت الموضوع. ضروري ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش حليت مشكله ديال غساله الصحون، لان الا عيطت للمعلم غادي ياخذ وقت، غيهزها ويديها وغادي تاخذ ليا وقت، وانا محتاجه باش نغسل الماعن ونجمع الكوزينه. راكم عارفين كتعاون بزاف، يعني على الاقل كديري فيها واحد الكميه ديال الماعن، والكميه الاخرى كتغسليهم بيديك، خصوصا الطباصل وداكشي كيكونوا قلال والكيسان المعالق تياخذوا الوقت. المهم هنايا هزينا ضيافنا ومشينا لدبي مول. ما صورتش بزاف، صورت غير لقطات باش نكمل الفيديو صافي. لان هاد الناس ما كيبغيوش يتصوروا، فما صورتش وصافي. الصراحه كنت باغا نشارك معكم الطبله كي جات، لان جات زوينه، ولكن ما كانش عندي الخاطر، ما صورت حتى شي حاجه. كما قلت لكم التليفونات كانوا طافيين، وبغيت نعطي الوقت لضيافي ونجلس معاهم، خصوصا انهم يعني كيجيو مره في العام، مره في شحال كيجيو هما. ما عرفتش قلت لكم ولا لا، من ابو ظبي. ما حشمت نهز التليفون، عطيتهم خاطرهم ووقتهم، هضرنا معاهم. المهم تعشينا، حطينا الحاله الديسير يعني وداكشي، بقينا كنهضروا وخرجنا. تعشينا ما شاء الله بكري وخرجنا، لنا مازال غادي يرجعوا، ما باتوش، مازال غادي يرجعوا لابو ظبي. فخرجنا معاهم لدبي مول صافي. المهم هنا دابا هي لقطات اللي لقطه وصافي اللي شاركت معكم. انا عجبني الديكور اللي داروا دابا، داروا ديكورات زوينه في هذا في دبي مول. شوفوا بحال هذا المحل عجبني كيفاش عارضين هاد البضاعه ديالهم. الشنط مميزه، الديكورات كلها يدويه. شوفوا بحال دابا هاد الكويسات حاطينهم بهاد الطريقه، انا بحال هادشي كيعجبني نبقى نشوف. شوفوا هادي صافي يا البنات، هادشي اللي كاين. وهنايا مجموعه ديال الدباديب وكاتبين I love دبي. الصراحه دابا مع سخون الحال وهاد الجو، المولات هي اللي كاينه، المطاعم المولات هي اللي كاينه فين ممكن يدير الواحد السياحه. وما شاء الله عامره دبي، عامره، اي بلاصه مشيتي لها كتلقايها ما شاء الله عامره. وتيديروا حتى عروض على حسب الصيف، كاينين حتى عروض ترفيهيه للاطفال، و تيديروا بحال شكل منصات بحال المسرح وكيعرضوا فيه هذا دوك الفرقات العالميه المشهوره وداكشي، كيجيبوهم كيبقاو يعرضوا، تيديروا العروض ديالهم. يعني برا ما يمكنش، حدائق ما حدائق ومناظر طبيعيه وديك الهضره في الصيف مستحيل، لان بحال الليل بحال النهار دائما الرطوبه، وخصوصا دبي وعجمان مازال العين واحد شويه بالليل، بعض المرات كتكون واحد شويه ديال الهواء. ولكن في عجمان ودبي اللي انايا مجربه، الموت ديال الصدمه، مستحيل تخرجي برا. صافي دزنا المناطق ديال هذا، خداو الدراري غير ايس كريم ورجعنا وعصير ورجعنا في حالنا. المهم البنات كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وما تنساوناش باللايكات. وبسلامه عليكم حتى نتلاقاو في فيديو جديد
ان شاء الله